في حفل بهيج صنعته فرحة التلاميذ وأوليائهم. تقرير صالح ميرا. أساتذة وعدوا ووفوا. إنهم مجموعة أساتذة تهيكلوا في أكاديمية ياسين بالطهير على تكريم كل متحصل على شهادة البكالوريا بالعلامة الكاملة في مواد الرياضيات، الفيزياء والعلوم الطبيعية، لكن المفاجأة أن عددهم كان يقارب 200. التلاميذ هذوما اللي راهم يقراو عندنا دروس الدعم ككل سنه نوعدوهم في بدايه السنه اللي يتحصلوا على العلامه الكامله في ماده الرياضيات او يكونوا من اصحاب الامتياز. نديروا لهم حفل تكريمي على شرفهم باش نشجعوهم ونزيدوا نشجعوا التلاميذ اللي جايين اللي مقبلين على البكالوريا السنوات المقبله. وكانت النتائج ما شاء الله. احنا ككل سنه نكرموا الطلبه المتفوقين تحصلوا على المعدلات 19 و18 والحمد لله. نشكر كل من انجح هذا الحفل. حفل على شرف هؤلاء التلاميذ الذين لم يخيبوا أساتذتهم وكانوا أبطالا 10 على 10. طبعا أكاديمية ياسين للعلوم كانت مرجع أساسي ومهم في هذا العام الدراسي، حيث رافقونا في مختلف المواد، علوم ورياضيات أو حتى المواد الثانوية. متحصلة على معدل 18.95، الأولى على مستوى ولاية جيجل شعبة الرياضيات. نشكر الله عز وجل على هذا التوفيق وأنه حقق الحلم تاعنا. نشكر والدي ثاني اللي عاونوني ووقفوا معايا. نشكر كامل الطاقم المدرسي وأكاديمية ياسين اللي عاونونا. متحصلة على شهادة البكالوريا دورة جوان 2024، شعبة علوم تجريبية بمعدل 17.89، والعلامة الكاملة في مادتي العلوم الفيزيائية والرياضيات، والحمد لله الذي أكرمني من فيض كرمه وواسع رحمته. فرحة ثلاثية النبض تقسمها الناجحون، الأساتذة والأولياء. نشكر الأستاذين ياسين والأستاذ نصر الدين على كل ما قدموه لطلبتنا من خلال أكاديمية ياسين، والتي قدموا فيها دروس دعم لطلبتنا. شباب أساتذة وشباب تلاميذ، وما أجمل أن يتقاسم المتفوق والأستاذ فرحة بكل هذا الزخم والبهاء.